واحدة بعتت لي رسالة وبتقول لي: أنا طول عمري كنت بخاف أقول لأ، بخاف إن أنا أخسر الناس، أو بتكسف إن أنا أقول لأ، أو بشوف باختصار يعني إن هي قلة ذوق إن حد يطلب مني طلب وأنا أرفض وما أعملوش الحاجة دي. لحد ما لقيت إن أنا بضيع نفسي، حرفيا بضيع نفسي، بضيع وقتي ومجهودي وطاقتي، ما بقيتش لاقية نفسي. لحد ما قررت إن أنا لازم أحط حدود. ومع أول مرة يا ندى قلت فيها لأ، لقيت حياتي اتغيرت 180 درجة. فقلت لها: طب احكي لي، قدرتي ان انتي تعملي ده ازاي؟ قالت لي: خليني اقسمها لك حياتي قبل ما اعرف احط حدود وبعد ما بقيت اعرف احط حدود. قبل كده كان لو اصحابها كلموها وقالوا لها يلا ننزل اي وقت، كانت تقول لهم حاضر، تيجي على نفسها ووقتها ووقت بيتها واهلها اللي هي مسؤولة عنهم وتنزل عشان خاطر محدش يزعل. لكن بعد بقيت تقول لهم بكل هدوء: معلش انا مش هقدر انزل، انا تعبانه دلوقتي او ظروفي ما تسمحش، فخلونا نتكلم بكره ونشوف ممكن نعمل ايه. والنتيجه ان حياتها بقت اهدى، واصحابها اتعلموا ان هم يحترموا مشاعرها ووقتها ويقدروا ظروفها، وقبل ما ياخدوا قرار بان يلا ننزل دلوقتي وكأنه امر واقع، يسألوها الاول ويشوفوا هي ظروفها ايه. والموقف التاني ان هي كانت قبل واحد زميلها دايما بيرمي عليها شغله، يقعد يقول لها معلش ساعديني عشان خاطر انجزي معايا دي، وهي كانت تتكسف تقول له لا وتقول حرام ده انا بساعده، فتضغط على نفسها ووقتها وتقعد اوفر تايم عشان تخلص شغله وتتحمل اعباء مش اعبائها اصلا. لكن بعد بقيت تقول له: بص معلش انا اسفه، حقك عليا، انا خلصت شغلي الاساسي، انا مش هكدب عليك واقولك اني ما خلصتش، بس انا محتاجه اقعد كده اريح واخد هدنه عشان اركز في باقي اللي ورايا، او انا محتاجه اروح النهارده بدري علشان في ورايا التزامات تانية. والنتيجة ان هو في الاول اتصدم، زعل شوية، اتقمص شويتين، بدأ يعملها وحش، لكن في الاخر استسلم ان هو يبطل يستنزفها ويطلب حاجة مش من حقه. الفكرة ان الحدود عمرها ما كانت قسوة، لكن هي رسالة بتقول فيها ان انت بتحترم نفسك وانا بحترمك انت كمان، او بحترم اللي قدامي، بس انت مجبر انك تحترم حدودي الشخصية. طول ما انت ما بتحترم حدودي انا هحترمك، لكن اول ما تحاول ان انت تتعدى الحدود دي انا اسفة، لازم طريقة التعامل تتغير، وهكون في سنة من البجاحة معاك، ما انت محترمتنيش اصلا عشان احترمك. ولازم انت كمان تفهم انك لما تقول لأ ده مش معناه ان انت بترفض الشخص اللي قدامك علشان الموضوع يبقى فيه احراج، لكن ده معناه حماية لنفسك. جرب المرة الجاية مع اول طلب يطلب منك تبقى انت مش قادر عليه او شايف ان هو بيقل منك، تقول لأ، ترفض وترفض بصراحة، وشوف الناس هيحترموك ازاي. يمكن في الأول يتضايقوا منك، يتصدموا فيك، يبدأوا يقولوا لك كلام سخيف وجارح زي إنك اتغيرت، إنك ما بقيتش حاسس بيهم، إنك بقيت أناني. طنش، كبر دماغك، هي دي الضريبة بتاعت إن أنت بتعوض السنين اللي فاتت اللي كانوا متعودين فيها إن أنت ملكش حدود، وإن أنت على طول مستباح وبتعمل أي حاجة هم عايزينها. لكن بعد كده هيقدروك كويس جدا، وهيفكروا في كل حاجة قبل ما يجوا يطلبوها منك، هل هم فعلا محتاجينها، هل انت فعلا هتقدر تساعد وهتكون ظروفك سامحة ولا لأ، قبل ما يجوا يطلبوها، علشان مش كل شوية ترفض لهم طلب. خلي لنفسك قيمة وساعد. انا ما بقولكش ان انت ما تساعدش الناس او ما تقفش جنب الناس، بس ساعد في حدود اللي يناسبك ويناسب وقتك ومجهودك وظروفك، من غير ما تتعدى على حدودك او على نفسك او على وقت عيلتك اللي هم اصلا مسؤولين منك ولازم تكون معاهم وتديلهم هم الاولوية. ولو الفيديو ده حسيت ان هو ممكن يفرق معاك او مع حد انت تعرفه، ما تنساش ان انت تشاركنا وتدعمنا بسبسكرايب على اليوتيوب او فولو على الفيسبوك، وان انت تتابعنا اول باول، وياريت تشارك الفيديو ده مع حد من اصحابك وتبدأوا تاخدوا الخطوة مع بعض.